السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا منورين ومشرفين مملكة محمد وأمينة يا جماعة. بصوا بقى، ده روتين بسيط خالص، يعني انا حبيت اشارككم النهاردة يومي، وحبيت اشارككم النهاردة. عملت حاجات بسيطة كده جدا، بس طبعا عشان انتوا حبايبي وانا بحبكم جدا فبحب اشارككم كل حاجة. بصوا، انا بحب انفض العيش كده عشان ساعات بيبقى فيه ايه يعني، زي زلطة حاجة او كده، فباخد بالي منها وبنضفها عشان ايه يبقى بقى يتحط في التلاجة كده خلاص. بصوا، عايزة اقول لكم ان الفرنة اللي انا بجيب منها دي في امبابة حلوة قوي، احسن فرمة جبت منها يعني الصراحة، يعني كويسة جدا. بصوا هنا بقى كنت بنفض العيش كده وبشيل منه اي حاجة وحشة او كده زي ما انتوا شايفين. حطوا اللايك بقى يا حبايبي، وكله ينزل يدعيلي كده بالذرية الصالحة، ان ربنا يديني ويرضيني يا رب، ويدعينا كده ربنا ييسر حالنا ويهدي سرنا يا رب العالمين. بصوا هنا كنت بقى بنفض الإسدال وبنضف الردة دي عشان بتجيب نمل وبتجيب حاجات وحشة لازم ارميها. هنا كنت رميتها وجيت. بصوا دي علبة صابون بقت ب20 جنيه، كانت ب17 ونص والله العظيم. غليت، بصوا شهر غليت، سبحان الله، غليت 20 جنيه. يعني بصوا كانت ب17 ونص، غليت 2 جنيه ونص بحالهم. وهنا كنت جايبة حبة حاجات كده في التلاجة، ودول بقى انا عايزة اجربهم، بس هعمله على التيك توك. هجربهم واعملهم انا ومحمد على التيك توك، لاني بتاع ده في ناس كتير جابوهم وجربوهم، فهنجربهم سوا يعني ان شاء الله باذن الله. بصوا دي كوكو، فاكهة يعني انا بحبها قوي، جبت 1.5 كيلو كده. وايه، ويلا بقى اوريكم هنعمل ايه. بصوا هنا كنت بقى، بصوا البوتاجاز، حد يقول لي حل البوتاجاز ده؟ والله غسلته كتير جدا وهغسله دلوقتي معاكم تاني وهوريكم انا جايبه له ايه. وبرضو يعني مش بينضف قوي، مش عارفه ليه. بصوا حطيت كده لبن، قلت هعمل شاي بلبن، وهنسلق بيضايه كده عشان كنتش لسه فطرت، فكنت هفطر بقى، فحضرت معاكم الحاجه كده. بصوا زي ما انتوا شايفين، يعني انا بوريكم كل حاجه، يعني روتين على قدنا كده يعني. بصوا الملح هنا يقع مني. حطيت حبه ملح على البيضه، وهوريكم دلوقتي وانا برص الحاجه في التلاجة. حطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك وصلوا على النبي كده، قولوا عليه الصلاه والسلام. وطبعا يا جماعه هنا كنت بقى برص بقيه الحاجه زي ما انتوا شايفين، يعني الروتين بسيط خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين بحط الحاجه كده عشوائي يعني. هي ودي الحاجات اللي انا قلت لكم عايزه اجربها. وده السكر بحب احطه في التلاجة. ليه بقى بحب احط السكر في التلاجة؟ علشان خاطر النمل ما بيسيبنيش في حالي، فالنمل كل شويه بيضايقني. دي كانت صينيه مكرونه البشاميل، كنت اول مره اجرب في الازاز ده اعملها، وطلعت كويسه جدا، بس كنت خايفه ما يطلعش، بس بوشتها من امبارح. وبصوا دلوقتي هتطلع معانا ازاي، وهخليها زي الفل. بصوا دي بقى نقطه بقى منها بتخلي المواعين الله اكبر، نقطة بس كده منها. بصوا عايزة اوريكم الرغوة ولا الريحة بقى، يا خرابي. بص عشان ده متوسخ، قلت مش هغسله بالسفنجة مش هينضف، لازم نغسله الاول بالسلكة عشان الحاجات اللي لازقة دي تطلع. وهتطلع اوريكم دلوقتي اصلا هيبقى عامل ازاي. صلوا على النبي يا جماعة كده، قولوا عليه الصلاة والسلام، وقولوا لي حلو الروتين بتاعي النهاردة ولا لا، اكتبوا لي في الكومنتات كده، شجعوني يا جماعة، عشان ان شاء الله انزل لكم كل اسبوع روتينين، يعني مش بس مش هحرمكم من حاجة. بصوا عشان انا كنت مبوشاها فسهلة وطرية، لكن هي اول ما كانت، يعني لما كانت الصينية خلصت وكده، كانت فيها الحاجات اللي فيها دي كانت ناشفة جدا، فكنت خايفة ما تطلعش، فعشان كده ايه قلت هبوشها طول الليل يعني. بصوا ما شاء الله، بصوا السلكة طلعتها خالص، نضفته خالص، بس برضو مش هقتنع بيه،
يعني بصوا بحب اغسل الحاجة تبقى مليانة رغوة، يعني ما بحبش السلك اغسل بيه عشان ما بتدينيش رغوة كتير، تديني رغوة يعني بسيطة كده، فاهمين؟ اكيد فاهميني يعني من غير ما اقول يعني. بصوا بقى السفنجة، بصوا هي دي الكلام بقى هنا ان انا بقول لكم، بصوا بحب لما اجي اغسل الحاجة تبقى مليانة صابون كده. حطوا اللايكات يا جماعة، حطوا اللايكات يا شباب، حطوا اللايكات يا جماعة ولا تزعلوا. هنا كنت خلصت بقى وغسلت الصينية في اول الفيديو زي ما انتوا شفتوا. بص انا بحبش اخلي حاجة في الحوض، يعني بخاف على الحوض قوي. بصوا هنا بقى هغسل الكوكا، ما بحبش احط الحاجة في الحوض، بحب احطها جوه الطبق واغسلها جوه الطبق، مع اني بغسل الحوض كل شوية بس انا يعني بحب كده. ممكن نحط عليها خل، بس انا ما بحبش برضو اغسلها بخل، يعني ما بحبش اغسل بخل غير مثلا يعني القوطة بحب اغسلها بخل، الحاجات العنب برضو بحب اغسله بخل. بصي هنا كنت صبيت اللبن واقشر البيض اهو. فطار، بصوا فطار تحس ان هو فطار نملة. بس انا بحب افطر كده يعني. وبصوا زي ما انتوا شايفين كده، هنا كان الشاي غلي وحطيت سكر، وهنحط اللبن كده مع بعض. الشاي بصوا انا بحب احط نص معلقه شاي واحبه اغليه بقى، فبيبقى احسن ما تحطي الشاي الاول وكده. بحب طريقه الشاي بلبن دي احسن يعني. هنا بقى قررت اغسل البوتاجاز للمره 99. بصوا هنا هوريكم، اقسم بالله جايبه البتاع ده برضه عشان ينضف، وبرضه مطلع عيني البوتاجاز ده، عايزه امسكه ارميه، كسفني ومبهدلني البوتاجاز ده، مش عارفه اعمل له ايه يا جماعه. اللي عنده حل كويس اكتبولي في الكومنتات يا جماعه، يعني اولع فيه ولا اعمل فيه ايه بالظبط. الحاجات دي مش راضيه تطلع خالص، جربت كتير وبحط حاجات كتير عليه برضك مش راضيه تطلع، حالفه ما تطلع، ولا تقريبا عشان هي نشفت ولا ايه مش عارفه. بصوا انا والله بجري كمان الفيديو ده، انتوا يعني ما شفتوش انا عماله اعملها ازاي والله، يعني ربنا يعلم يعني. الحمد لله. حطوا اللايكات بقى، واللي عنده فكرة حلوة كده يقولها لي في الكومنتات، يعني ربنا يسعد قلوبكم يعني. وعايزة اشكر الناس كلها على التعليقات اللي زي القمر اللي بتعلقوها لي، ربنا يا رب يخليكوا لينا وما ما يحرمكوش مننا ابدا ابدا ابدا. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا عمال ادعك فيه، يعني بقوله يا انت النهارده. بس هي المشكلة بصوا في العيون، لكن هو كويس. او في عين نتفت هوريها لكم، يعني في عين بصوا ايوه العين دي شايفين دي نتفت، لكن الباقيين مش راضيين ينضفوا مش عارفه ليه. في واحده صاحبتي قالت لي حطيهم في ميه سخنه بميه نار، بس انا خايفه الصراحه، فالحل ده لو كويس قولولي. وهنا بقى كنت خلصت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين،